اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. يا ترى معانا كوباية لبن وكوباية دقيق وبيضتين، هنعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم وصفة حلوة جدا والنتيجة هتبقى روعة وهتعجبكم ان شاء الله. حطينا كده البيضتين اول حاجة في الخلاط زي ما انتوا شايفين، هننزل عليهم بسنة ملح وسنة فلفل اسمر وهنضربهم. ما تنسيش بقى يا عسل، لو انت اول مره تشوفي قناتي تشتركي لي في القناه وتفعلي لي الجرس وتعملي لايك، الفيديو يعجبك جدا وكومنت حلو منك يشجعني. بعد ما ضربنا البيض حلو قوي هننزل بيه بكوبايه اللبن وعليها نص كوبايه ميه، وهنحط 3 كوبايات دقيق. اهو كوبايه لبن، نص كوبايه ميه، 3 كوبايات دقيق. ضربناهم حلو قوي في الخلاط مع البيضتين. هنبتدي اللي احنا نصفيهم نحطهم في اي حاجة ليها كده بوز من بره عشان تسهل علينا، ونصفيهم عشان لو فيهم اي حاجة تتصفى معانا في المصفى الصغير. اهو بصوا بوريكم، طلعت حاجة بسيطة جدا. هنجيب بقى طاسة حلوة كده ونحطها على النار تسخن. هو انت هتعملي لنا ايه؟ استني بس هتشوفي دلوقتي. وحطينا كمان معلقة زيت ومسحنا بيها الصينية. على فكرة لو في صينية ألمونيا، أنا كنت بعملها في الألمونيا وتطلع معايا ناجحة جدا. وهنزل أنزل الكريب بتاعي. كريب في البيت أحلى من بتاع المحلات 100 مرة، ومغذي ومفيد جدا لولادك. طبعا أول كريباية دي معانا ما بتظبطش، أنا ما حبيتش أحذف لكم المقطع ده علشان لو حصل معاكي ما تقوليش ده باظ مني، لا أبدا. أهو هي اول واحدة عند اي حد ما بتظبطش، طلعت معانا بالشكل ده بس مش متساوية. بصي بقى التانية دي كده، التانية ايه رأيك؟ انا ما حبيتش اشيل المقطع الاولاني. ليه؟ لان بيحصل معانا كلنا عادي خالص، اللي بعدها بيطلع حاجة عظمة. يبقى دي مقادير الكريب، تعمليه في البيت لولادك وتعملي لهم مطعم في البيت تخليهم ما يفكروش يشتروا من بره تاني. وعلى فكرة اوفر كتير في الغلا اللي احنا فيه. عملت لهم الحاجة اللي بيحبوها في البيت ووفرت كتير كمان، وكلنا كلنا وشبعنا منه. لكن بره بتجيبيه غالي وبيبقوا الولاد عايزين تاني بس ما بنقدرش نجيب تاني. شايفة؟ تبتدي تقلبيه امتى بقى؟ لما تحسي ان هو نشف منك، لونه اتغير وان هو لف معاكي زي ما انت شايفة كده في قلب الطاسة، تبتدي اللي انت تقلبيه. اهو بصي الجمال، يا سلام. وكمان بيقب معاكي كمان. معنى كده ان النتيجة بتاعت العجين بتاعك ناجحة جدا. وحطي اللايك يا عسل، اوعي تنسي، بقولك حطي اللايك. سهل وبسيط جدا، وب3 كوبايات دقيق وكوباية ونص لبن او كوباية مية ونص كوباية لبن وبيضتين 2 بس، مالت بيتي كله خير وولادي كلهم اتبسطوا بيه. اهو ده كده في الاخر يعتبر اخر 2 بعملهم معاكم. والنار زي ما انت شايفاها كده على عين الصغيرة. اهو تمسكي الطاسة تلفيها، صينية ألمونيا تلفيها، طاسة تلفيها براحتك خالص. وفي الألمونيا بتطلع ناجحة جدا كأن على الطاسة بتاعت الكريب عادي. اهو انا هنا كنت مستعجلة اقلبها لكن هي لسه. شايفة؟ بص الاخرام اللي ظهرت معاكي دي، الاخرام دي تبين لك برضو النتيجة، العجينة بتاعتك ناجحة. اهو وببتدي بقى اقلبه ايه شمال ويمين لما بيديني اللون اللي انا عايزاه. انا بحب اللون ويبقى فيه شوية يعني ايه دهبي كده شوية. بس طالما العجينة معاكي اتشالت هي كده استوت، انت بقى اديله اللون اللي انت عايزاه. اهو يعني لو طلعتها كده مستوية. انا بحب بقى ايه السنة دي.
شايفين؟ ما شاء الله، تحفة. بصوا الفطير بقى، ايه الحلاوة والجمال ده، طراوة مفيش بعد كده. بصوا بطبقه ازاي، شايفين؟ ولا بيتكسر ولا بيتقطع ولا نشف. اهم حاجة يطلع على فوطة او حتة تكون طرية كده وتغطيه. كل واحدة تطلع تحطيها وتغطيها، هيطلع معاكي بالنتيجة والحلاوة دي. تعالوا بقى نشوف هنحشيه ازاي ونحشيه بايه، ونكمل الوصفة بتاعتنا ويبقى احلى من المطاعم ازاي. انا عمالة اوريكم الحلاوة لان انا مش اول مرة اعمله، بس فعلا لما بتطلعي حاجة في ايديكي نتيجتها حلوة بتبقي مبهورة بيها جدا. ايه بقى الحشوات بتاعتنا؟ معانا هنعمل شاورمة لحمة وشاورمة فراخ. ممكن بربع كيلو لحمة وربع كيلو فراخ تخلي الدنيا معاكي زي الفل. تمام. طبعا الحاجات دي انت ما بتعملهاش كتير، فلو حبيتي ان انت يعني تظبطي الدنيا مع اولادك هيبقى يوم حلو جدا قوي في البيت، كأنكوا خرجتوا بره وهتصرفي اقل من بره. حطيت الفراخ معايا واللحمة خدت صدمة بشوية زيت، نزلت عليهم بعد كده ببصل مقطعاه جوانح. بعد ما نزلت بالبصل واداني لون حلو او دبلت معايا، كنت مقطعه الفلفل الالوان بالشكل الجميل ده اهو. تبتدي بقى تقلبي. اللحمه معاكي بتاخد سوا شويه، لكن الفراخ بتستوي على طول لان الفراخ ما بتستحملش. اللحمه ممكن تزودي لها نص كوبايه ميه سخنه وتغطي عليها تاخد معاكي سوا قبل ما تنزلي الفلفل مع البصل. ومعاكي بقى انا بحب احط عليها طماطمايه، انتي مش حابه الطماطم براحتك، وبحب احط خضره برضو بس للاسف ما كانش عندي خضره. ممكن الخضره او الطماطم يا تحطيها يا تشيليها براحتك خالص. وتحطي بقى التوابل اللي انتي بتحبيها، وعند العطار في توابل الشاورما تجيبيها وتحطيها عليها، ملح فلفل اسمر والتوابل بتاعه الشاورما. بصي بقى الحشوه بتاعتك، هجيب كده الكريبايه الجميله دي، شايفين الجمال؟ الله اكبر. قومي يلا اعمليه، قومي اعملي لولادك هينبهروا. وتحطي بقى كده الحشو بتاعك. كان عندي كمان جبنة موتزاريلا ورحت حطاها بالشكل ده. التطبيقة بقى اللي تعجبك، بس اهم حاجة تقفلي على الحشوة بتاعتك اهو. دي الطريقة المعتادة. تمام. نجيب كمان واحدة. الله، ما شاء الله، طري جدا، جميل جدا. ايه ده؟ جبت انا بقى هنا عكست، حطيت الجبنة الاول وبعد كده حطيت الفراخ. على فكرة الطماطم بتدي طعم حلو جدا للشاورما. وكمان حطيت شوية جبنة، دي زودت فيها الجبن شوية اهي. وتلف برضو بالطريقة دي، اهم حاجة يكون مقفول ومحكم عليه. جبنا نفس الطاسة اللي احنا عملنا فيها وسخناها وعملتها بالشكل الجميل ده. دي لفة بقى ايه، برضو اللفة دي برضو سهلة جدا، مش عارفة اتقطعت مني ولا ايه. المهم برضو لفتها سهلة قوي. وميزت بقى يعني عملت المثلثات دي لحمة، وعملت اللي هي الرول ديت فراخ، عشان يبقى ده معروف وده معروف. جنبي بقى كاتشب كده، مايونيز، شوية بطاطس محمرة، شوية سلطة، شوية مخلل. شايفين الحلاوة والجمال؟ ممكن تعملي بطاطس محمرة بس وتحطي عليه ميكس جبن، ممكن تعملي بميكس جبن بس، اللي انت عايزاه ممكن تعملي. بصي الجمال، شايفين؟ يعني الجبنة بتمط بس من قريب قوي. اهو دي الفراخ، واللي انا وريتها لكم الاول دي اللحمة بس كان سخن جدا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وان شاء الله تستفادوا من طريقة عمايل الكريب في البيت والشاورما في البيت. وما تنسيش تعملي الاشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.
وكومنت حلو منك حبيبة قلبي تشجعيني، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. استمتعوا بقى بالشكل التحفة ده مع شوية الكاتشب كده. مع السلامة.